أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل تقدروا تبعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة، يا ريت تنزلي مشكلتي لأنها مهمة جدا. أنا خريجة جامعة وكنت هتعين معيدة، لكن اتجوزت زي أي حد وقدر يسأني الناس ما بتخافش ربنا. هو ولد وحيد، عملوني وحش جدا واستضعفوني لاني يتيمه، ومن اول ما حملت والمعامله السيئه زادت لحد ما والده قالها في وشي تروح عند امها بقى لما عرفوا انهم توأم. وبقى يقول لي دي كارثه، ده التوأم دول محتاجين ميزانيه كبيره جدا. وبعت لماما اخدتني، كنت حامل في شهر، وبعدها ب20 يوم راح كتب عقد ايجار بينه وبين والده ورفع عليا قضيه طرد علشان ما اخدش الشقه. كل ده وانا ما اعرفش، وماما متكفله بمصاريف حملي. كلمني علشان يضحك عليا وما حسش باي حاجه، وقعد يقول لي لما تولدي هرجعك علشان مش هقدر اخدمك. وانا صدقت. ومن ناحية تانية بعتوا قريبهم للدكتور اللي بتابع معاه علشان يشوفوا الحمل نزل ولا لا، لان حالتي كانت حرجة جدا. وطبعا ما بيصرفش عليا جنيه من يوم ما اتجوزت، كنت بصرف على نفسي وساكتة لحد ما ولدت. والدكتور بتاعي كلمه علشان يرجعني، قاله لما تعدي ال40. كل ده لحد ما ياخد حكم نهائي بالطرد، وما كنتش عارفة بكل اللي بيعملوه. ولما اخد حكم بقى يطرد في الناس اللي حتى بتفكر تصلح بينا، وطمعان في عفشي، ويقول لهم ملهاش حاجة عندي، احنا لا بنصلح ولا بنطلق. لحد ما عرفت بقضية الطرد، وعرفت انه خطب من بلد بعيد عننا عشان محدش يعرف حقيقته. والله اعلم، قال لها مثلا اني اخدت فلوس العفش عشان اسيبه بقى ولا ايه، علشان يبرر وجود عفشي في الشقة يعني. وانا والله ما اخدت منه جنيه ولا بيصرف على اولاده، وراح طلقني غيابي علشان لا اخد مؤخر ولا اي حاجة. صعبان عليا جهازي، جبته حتة حتة بفلوس وعرق اخويا في غربته، ملحقتش استخدم منه معلقة. ففكرت اني اتكلم هنا، يمكن كلامي يوصل لصاحبة الشأن. والله ما كره مني ليها، لكن علشان ما تقعش في نفس المأساة اللي انا فيها، لانه للأسف شخصية ملهاش رأي ولا يقدر يتكلم كلمة واحدة بعد امه، لانها قالت له لو دورت عليهم تقصد ولادنا يعني هحرمك من الميراث والفلوس. فهو اختار الفلوس ورماهم. واللي يرمي توأم ما يعرفش عنهم حاجة من دمه صعب جدا يحافظ على اللي مش من دمه. ولو حد هيقول اني بقول كده افترى عليه، فانا عندي استعداد ابعت للبنت اللي خطبها لو قدرت اوصل لها عن طريقك رقم الدكتور اللي تابعت معاه وعنوانه علشان تتأكد منه، ورقم عمدة البلد كمان، لانه اتدخل يجيب لي حق ولادي وبرضه معرفش يوصل معاه لحل. وعمه جالنا وقال لي احمدي ربنا انك خرجتي سليمة، لو كنت فضلت هنا كنت هتموتي. حتى رحنا لبنت خالته وجوزها علشان يكلموا ولا تأثر. وبنت خالته قالت لي ده عايزين يسيطروا على بنات الناس. انا مش عايزه حد يوصل للمصير اللي وصلت له. انا ملحقتش اتجوز غير 4 شهور بس، كلهم بخل ومعامله سيئه. حتى ما وافقش اني استلم شغلي بحجه انه خايف عليا، واللي اتضح انه كان خايف اني ابقى افضل منه. وحاليا والدتي اللي بتصرف عليا وعلى ولادي، واللي عرفته ان خطيبته الجديده دكتوره. والله العظيم انا عاوزه احذرها وتتاكد بنفسها، تروح حتى عياده الدكتور بتاعي يشرح لها وضعي كان عامل ازاي، وتنزل البلد وتسال الناس عنهم، وبلاش مصيرها يوصل للي انا فيه. حياتي اتحطمت وعمري راح من قبل ما يبدا. يا ريت اوصل ليها وتعرف الحقيقه كامله قبل ما تبقى ضحيه لناس اقل حاجه عملوها اكل مالي اليتيم وتشريد توأم في الشارع. ما فكروش للحظه لو والدتي ما عندهاش بيت كنت هقعد فين بولادي، ولا كنت هصرف عليهم منين. هو حاليا رفع عليا قضيه وعامل فيا محضر اني اخدت الذهب، وهو ما كانش جايب لي ذهب اصلا. وبالمناسبه واحد من شهود الزور ده يبقى جوز اخته، فممكن تفهموا اخلاق باقي العيله شكلها عامل ايه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وخلوا بالكم من نفسكم. وبجد اسألوا كويس حتى لو غريب، اتأكدوا علشان دي كانت غلطتي وعلشان ما تتظلموش زيي. لصاحبة المشكلة، ربنا يعينك على الابتلاء العظيم ده. حاولي تسعي للتقديم في أي جامعة خاصة أو تشوفي لو في إمكانية إنك تستلمي شغلك تاني. واوعي تيأسي أو تستسلمي، كملي حياتك واشتغلي وانجحي علشان نفسك وعلشان ولادك، وشيليه من دماغك تماما. بالنسبة بقى لعفشك وحاجتك وحق ولادك، شوفي محامي كويس يمشي في الإجراءات، وممكن كمان تلجئي لمحكمة الأسرة أو المجلس القومي للمرأة. ما عدتيش تشغلي بالك بيه هو اتجوز ولا عمل ايه، لان ده هيستهلك طاقتك. انت ركزي في حياتك، لانه حتى ما يستحقش تحرقي دمك تاني علشانه. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.